عليكم، معاكم سيد محمد صبري في اخر اخبار نادي الزمالك والاهلي في ال 24 ساعه الاخيره. وقبل ما نبدا دوس على الاشتراك دوس على اللايك وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، عشان النهارده صباح الجمعه، شوف بصور لك الساعه 8 الصبح، صحى لك بدري. ونبدا اخر معانا في داخل نادي الزمالك. محكمه الكاس تحدد 25 اغسطس نظر استئناف الزمالك في قضيه مش لاك قبل ما يمشي. كان فسخ عقده، كان ليه مستحقات، يعني كان ليه من 505 ألف دولار ل 775 ألف دولار. بالغ حاجة، بس إن شاء الله المحكمة ترضى بالجدولة أو اللاعب يرضى بالجدولة. ممكن يزيدوا عادي في فوائد، ممكن يبقوا 805 ألف دولار. في كلام بيقول كده برضه، اللي في 805 ألف دولار. الخبر اللي بعد كده، لم يتحدث لم يحدث أي تواصل رسمي ما بين وبين الزمالك أو اتفق على جدول المستحقات التي تقدر مليون 772 ألف دولار و600 460 ألف جنيه. طبعا ده إبراهيم مضاي. طبعا دي أكبر قضية، دي لو خلصتش أعرف الناس ده مش هيلعب بطولة أفريقيا الموسم ده ولا اللي بعده. ده أولا. بس نادي الزمالك أنت النهاردة يوم 17، هيبقى كام؟ يبقى 9 8 أيام. بس إن شاء الله نادي الزمالك جون إدوارد كده والإدارة تمام كده ويخلصوا فيه، وده هيتحل بالفلوس تقريبا، حاجه زي كده يعني. المهم يعني، وهو يتحل عشان ياخد الرخصه بس. تصريح من ابو زيزو، كيف يطلب نادي الزمالك نسبه من الاعلانات؟ زيزو واللاعب لم يعرف الاعلانات الا بعد ضم الاهلي. اقول لك حاجه اقول لك حاجه وكل اللي بيتفرج عليهم كل احترامي الاهلاوي بيقول لي زيزو مش زيزو. انت اولا زيزو انا اللي عملته، انا اللي جبته منين؟ من زفت اوروبا، من الدرجه التانية من اوروبا، ب 250 الف دولار. تخيل انت زيزو بقى، ده مستواه، ده يستحق اصلا. وكمان عمل ايه بقى؟ انا اللي خليته نجم، انا اللي اديته بطولات، انا اللي خليته يتلمع على ممكن خليته يروح المنتخب، وجاله عروض من الشباب ب 600 ب 6 مليون دولار. وجاله عروض بس احنا ما بعناش. ما تقولش بقى يا عم ما عملش اعلان، بس طلع مع برنامج، طلع مع سعد يونس، طلع مره مع مش برنامج رياضي بس برنامج ترفيهي، طلع مع سعد يونس. الخبر اللي بعد كده يعني ربنا في وديته يعني. حالة أحمد فتاح للمحكمة في واقعة اتهام بيع سيارات لتجارة السيارات رغم وجود موانع حالة دون نقل ملكيتها. هو قصده اللي هو باع سيارة بدون ما تكون بتاعته، بتكون ملكه يعني. طبعا ده غباء، ده هتلاقيه كان مستبح ولا حاجة فباعها. ربنا يفك ديته. ما انت المدرب الجديد اللي هقول على كده في آخر الفيديو، خليك معايا عشان في مدرب سوبر هكلمك عليه واقول لك خد كام بطولة وكده يعني. كمل على الفيديو، ربنا يفك ديته. مم. قبل ما اكلمك عن اللاعب منصف بكرار، دوس على اللايك ودوس على الاشتراك عشان في 80% اتفرجوا ومش دوس اشتراك. يا ريت دوس اشتراك يا جدعان، وانسخ الرابط، شير الفيديو واعمل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد. ويلا نبدا في الخبر ده. اعمل لايك. دينو مزغرب يتواصل اتفاق مع النادي الاهلي يسمح ببقاء منصف بكرار لخوض مباراتي الدوري التمهيدي الثاني من الدوري ابطال اوروبا امام ثاون السويسري. وقصده ان هو يخلوه يلعب مثلا يلعب مش الوديات، لا يلعب الدور التمهيدي. هو في فرق في دورين تمهيديين، تلعب في 4 ماتشات، ماتش ذهاب واياب وماتش التاني ذهاب واياب، بيكون ادوار تمهيديه عشان تصعد لمجموعات دوري ابطال اوروبا. برضه منصف بكرار الاهلي رسميا وعاجلا يتفق مع منصف بكرار على توقيع بدايه مواسم. يحصل على منصف بكرار راتب 350 الف دولار في الموسم الاول، والموسم الثاني 950 الف دولار في الموسم الثاني، والموسم الثالث مليون و100 الف دولار. ده مصدر من الاهلي. طبعا الراتب دوت يعني اللاعب ده حاسس هو عندي حاسس كده هو هيفشل. لك ليه؟ انت عندك في لاعب جه بمليون 250 الف يورو او دولار من النجم الساحلي، اسمه ايه؟ اسمه مصطفى الضوي كريستو. حلو. لاعب بقى موهبه بقى بيلعب جناح شمال، او في مكان منصف بكرار. اخر لما بص كولر كان فاهم انت، تحس لو عقده رجع تاني اللاعب النادي بتاعه بس اعاره. فاهم انت؟ اتظلم اللاعب، اتظلم لاعب جامد. هو لسه لغايه دلوقتي على قيد النادي الاهلي بس لسه ما اتباعش، اعاره في الساحل كل شويه تجدد كل موسم، واتجددت الموسم دوت. لاعب جامد كل حاجه. لو جاي الزمالك هيفرق، لو جاي الزمالك هيفرق، جاي الزمالك هيفرق. بس النادي الاهلي ظلمه وتحس القصر بنفسه، فهو عايز يفضل في تونس، عايز يبيع للنجم الساحلي. ممكن نسمع في عروض جايه لضوي كريستو من تونس او من السعوديه، لا من القاهره قريبه.
بص بقى تفاصيل انهاء صفقة منصف بكرار. اهلي تم الاتفاق مع دينامو زغرب الكرواتي الحسم صفقة منصف بكرار مقابل 8 مليون يورو. سيكون هناك اتفاقات بقيمة 500 ألف يورو كتغيير بالتعلق ومشاركة لاعب وبطولات مع النادي. تم الاتفاق على وضع نسبة 10% عقد بيع يحصل عليها النادي الكرواتي حالة بيع مستقبليا للاعب. والاتفاق تم تفعيله بدايته مع 1 أغسطس المقبل بعد خوض اللاعب مباراتين مع دينامو زغرب كرواتي. ضرب أوروبا يومين 21 28 يوليو. وعقب اجتياز الكشف الطبي بإنجاح مصدر من الأهلي. طبعا هو قصده يعني اللي هو قلنا برضه اللي هو تم اتفاق 500 ألف يورو، نسبة عدد مشاركة، و10% نسبة عائد بيع توصل للنادي. وسام عبد المجيد بيقول لك ده مصدر مقرر. حسام عبد المجيد بيقول لك كولوج الروماني لم يرسل عرضا رسميا لنادي الزمالك من اجل ضم حسام عبد المجيد، وهناك بالفعل مفاوضات شفهيه فقط مع وكيل اللاعب. راتب حسام عبد المجيد وامتيازات العائد النادي الزمالك سيجدد وجهة اللاعب، لكن حتى الان العرض البرتغالي هو الافضل هو الافضل. خاصة حسام عبد المجيد اصلا ان شاء الله يعني ربنا يوفقه يسافر. وبص بقى الخبر ده عشان الخبر دوت لا فرحني. اعرف ان منتخب مصر بقى على الطريق الصح. وقبل ما نبدأ دوس على لايك اشتراك والرأي في التعليقات على الخبر دوت والخبر اللي بعده اللي هو بعد المدرب ان شاء الله. مصر تدرس استضافة كأس السوبر الأسباني بمشاركة ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد. تعرف كده ايه ان اصلا منتخب مصر هياخد كام بالرعاب كله؟ بكأس العالم بالرعاب كله خد اكتر من 30 مليون دولار، يعني اكتر من مليار و500 مليون جنيه. انت كنت بتاخدش نص المبلغ اصلا. تاخد مثلا 500 مليون جنيه، 750 مليون. لا انت خدت اصلا ضعف. خدت مليار و500 مليون جنيه. طبعا ده رقم كبير جدا. مش هتقول لك رقم كبير ليه؟ انت كاس العالم خدت منه فلوس غير الرعاة يمكن اكتر، بقول لك اكتر من مليار و500 مليون جنيه، يعني اكتر من 30 مليون دولار. بس لما استضافوه انت تعرف ان الجماهير دول طبعا الجماهير ده بتيجي من اسبانيا مخصوص السعوديه ومن حول العالم كله. غير طبعا ان في مصر هنا برضو انت ممكن تحط مثلا 80,000 في الاستاد تلعب مثلا. كل واحد يلعب ماتشين، ماتش نص النهائي والنهائي وماتش التالت والرابع. يعني كل نادي تلعب ماتشين والاستاد يكون متقفل. بقول لك مثلا تلعب على استاد القاهره واستاد برج العرب. اقل حاجه 80,000 مشجع. 80,000 مشجع ده اقل حاجه. ده غير المصريين، ده غير اللي هيجوا من اوروبا، ده غير اللي هيجوا من حول العالم، ده غير هيجوا من اسبانيا. 80,000 مشجع دول يدخلوا شويه. ده غير طبعا الفنادق وال واللي بقى ايه انت فاهمني. والخبر اللي بعد كده يعتبر احسن خبر بالنسبه لي بعد خبر طبعا السوبر الاسباني. المدرب المغربي يقترب. مين هو بقى المغربي اللي بيدرب ايرلاندو بايرتس الجنوب افريقي؟ هو عبد السلام واضو. اللاعب المغربي المدرب الحالي لنادي عبد عبد ايه نادي عبد نادي ايرلاندو بايرتس. كسب 3 بطولات معاه ده في موسم تقريبا ولا في موسمين حاجه زي كده. كسب كاس النخبه الافريقي، كسب كاس الرابطه الافريقي، كسب كاس الدوري الافريقي. وبيقول لك المدرب دوت صارم 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 جدا جدا. وان شاء الله النهارده الجمعه اهو. انا بقول لك اهو في اتنين بس هيتعلن عنه. ايه هو عبد السلام واضو يا المغرب عبد السلام واضو. يبقى بابلو فرانكو مارتن. بالنسبه لي انا عايز بابلو فرانكو مارتن. بس لو عبد السلام واضو انا بقول لك يعني هو ارنالدو بايرتس هو مش من اقوى الفرق اللي في الساحه حاليا. هو قول مثلا هو المركز الثالث او الرابع كاقوى فريق او سكواد. انت الزمالك الثاني او الثالث. قول الثاني الثالث يا عم. فانت هيعرف ياخد بالدوري لاعب دوري جنوب افريقيا في اجواء صعبه. وكمان هو مغربي يعني مش جنوب افريقي لا. عرف ياخد بالدوري والكاس كاس النخبه في موسمين او موسم ونص حاجه زي كده. وراتبه مش كبير يعني هو راتبه كمان اقل من بابلو فرانكو مارتن. بس هي بالنسبه لنا انت تسمع النهارده اعلان عن مدربين يا المغربي عبد السلام واطو يا الاسباني بابلو فرانكو مارتن. ده كان مدرب المغرب الفاسي اللي كسب الدوري الموسم اللي فات اللي عدى دوت كسب الدوري المغرب الفاسي اللي بقالهم 41 سنه يعتبر داخلين على نص قرن اهوت. خش الدوري وخد معاهم الدوري بامكانيات مش اقوى حاجه. اللي عارفه اللي معاهم شديد دوت اللي كان هيجيبه دي الصمد شديد حاجه زي كده يعني.
بس المهم يعني انت ان شاء الله، انا عايز، انا بالنسبه لي قول رايك في التعليقات طبعا. انت مع كان لغايه الفيديو دوس لايك وشوف اشتراك. بالنسبه لنا يعني كسيف انا عايز بابلو فرانكو مارتن، ليه؟ كره اوروبيه. بس انت تقول لي مين معاه الوفا برو، هقول لك عبد السلام واضو وبابلو فرانكو مارتن معاه الوفا برو. مين احسن كسيفين؟ هقول لك بابلو فرانكو مارتن. بابلو فرانكو مارتن قلت لك امبارح، قلت لك الفيديو اللي فات او في الفيديو اللي فاتت يعني قلت لك عليه. كان مدير رياضي، كان محلل اداء، كان مدرب مساعد، كان مدرب بدني في ريال مدريد، كان مدرب اختافي، كان مدرب سيمبا التنزاني، كان مدرب بوزول فريق يعني غير كده في افريقيا. كان مدرب البغل الفاسي وخسر معاهم دوري بامكانيات مش احسن حاجه. فان شاء الله يعني وعبد السلام واضو برضه معاه اللي هو فابرو، الاتنين معاهم فابرو. وكان راتبهم يعني مش هيعلى يعني الراتب بالجهاز الفني بالمساعدين بكله مش هيعلى عن 85,000 دولار. وطبعا في شروط، وفي طبعا في شروط وبنود. لو انت خدت بطولة كذا هيترفع على مبلغ كذا يعني. فان شاء الله يعني المدرب فيهم حد يوافق. انا عايز احد في الاثنين، بس انا يعني انتمائي اكتر لبابلو فرانكو مارتن، كورته عجباني اكتر يعني، تلاقيه على الزمالك، اهداف واستحواذ تمسك الكوره. وكده انتهت حلقتنا لغايه هنا. لو انت كمان لغايه الحلقه لغايه هنا دوس لايك، دوس اشتراك، اعمل جزء تنبيهات، اعمل تعليق لو عجبك الفيديو او لا، المهم تعمل تعليق. وامسك قرب تشير الفيديو. وكان معاكم سيد محمد صبري او النسر، وسلام.